مساء الخير، يا رب يكون كل الجميع بخير. النهارده فيديو مليان طاقة وأمل وحياة جديدة، لأنه أنا النهارده عندي حالة كانت فاقدة للأمل وكانت فاقدة للحياة، كانت متخيلة الحياة وقفت لحد هنا، والحمد لله قدرنا نديها الطاقة وقدرنا نديها قبلة الحياة زي ما بنقول. الحالة الجميلة بتاعتي النهارده هي تالت أسبوع، تالت زيارة. هي ابتدت معانا 90.6، هي النهارده 86 25 جرام. ابتدت الدهون بتاعتها 43 و3، احنا النهارده 41 و7. ابتدت الدهون الحشوية 12، احنا النهارده 10 ونص. يعني نتيجة ولا أروع، تغذية 100%. مش فكرة برضو الدايت على قد ما فكرة ان احنا قصرنا فيها في الحياة الصحية. فهي هتقول لنا اتغيرت ازاي، وهي ايه اصلا كانت ايه مشكلتها وجات لنا ليه. لان انا بجد النهارده حابة اقول لها ان انا فخورة بيكي جدا. هي وبتحكي لي من شوية هي قاعدة تعيط لان هي وصلت لمرحلة الحمد لله الحمد لله ان هي بقت عارفة تقع وتقف، ودي اهم حاجه، لان هي وقعت كتير وما كانتش عارفه تقف. فانا سعيده بيها وسعيده جدا 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 ان احنا قدرنا ناثر فيها، وانا دايما فاكراها بكل الخير وهي الحمد لله فاكراني بكل الخير. قولي لي بقى يا قمر يا جميله، اخبارنا ايه؟ كنت عايزه اقول اول حاجه ان انا سعيده جدا جدا بمعرفه حضرتك على المستوى الشخصي وعلى المستوى الانساني قبل دكتوره تغذيه. حبيبه قلبي. رحت لدكاتره كتير جدا جدا جدا، كنت بنزل واخده ورقه معايا او يقولوا لي الممنوع واللي اقدر اخده ايه. تمام. اروح البيت اقطع الورقه وارميها في الباسكت واقعد اكل اضعاف مضاعفه. عرفت الدكتوره جيسي عن طريق حد، قلت هجرب بجمله التجارب اللي جربتها. لما جيت لحضرتك، لا حضرتك انسانه قبل ما تكوني طبيبه. حبيبه قلبي والله بجد قدرتي تتعاملي معايا وتحتويني الاول كاخت والله دي حقيقه. وانا بقعد اقول دكتوره جيسي دكتوره جيسي، يعني بقول في حضرتك اشعار حتى بيني وبين نفسي. تستاهلي كل حاجه حلوه. الله يخليكي. حضرتك مشيتيني على كل الانظمه المتاحه عندي في البيت. لما طلبت من حضرتك تزودي لي فاكهه زودتي لي فاكهه. لما طلبت من حضرتك نعمل اي حاجه زياده حضرتك اديتي لي بكل اريحيه الحاجات اللي هتريحني. لان انا قلت لك اول يوم الدايت مش حرمان، هو ظبط الاسلوب الحياه. كل حاجه متاحه في البيت. حضرتك ما خلتنيش حتى اشتري حاجه ب 10 جنيه من بره. كل حاجه متاحه في البيت. لا بعمل اكل مخصوص ليا مثلا، ولا ببقى مضغوطه بحاجه معينه لازم اعملها. حضرتك موفره لي كل سبل الراحه فعلا زي ما بنقول يعني. الحمد لله الحمد لله. انا مشكلتي كانت عويصه شويه، في مضادات باخدها بقالي كتير وادويه كتير جدا بتخليني عندي شراهه للاكل بشكل غير عادي. يعني انا كنت بقعد اعيط من كتر ما انا باكل ومش عارفه اوقف اكل. رحت لدكاتره كتير جدا كل التخصصات عشان عندي مشكله في كل حاجه. مجرد ما حضرتك ظبطتي لي الاكل، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، كل حاجه تقريبا تكاد تكون راحت. كل حاجه مؤذيه بالنسبه لي لا راحت الحمد لله. يكفي ان انا مرتاحه نفسيا، يكفي ان انا لما بصحى بقوم من على السرير ما اقعدش ساعه واثنين وثلاثه عايزه اقوم، حاسه ان انا خفيفه وراسي. يكفي ان انا لما بيكلموني فيديو كول يقولوا لي لا انت حد تاني. الحمد لله. الحمد لله. وحضرتك على المستوى الانساني قبل الطبيبه يعني افضل، ممتنه لحضرتك العمر. حبيبه قلبي. النهارده فيديو حقيقي من القلب للقلب. حد بقاله 10 سنين، متخيلين 10 سنين بياخد ادويه اكتئاب، بقى فاقد السيطره على كل حاجه في جسمه وفي وعيه وفي ادراكه. هي كانت فاهمه ان الحياه انتهت لحد كده، لا هي الحياه ما انتهتش، وهي النتيجه هي اللي عملتها. انا كتبت وهي قدرت تنفذ، وده المهم. انا ممتنه بيها ومبسوطه بيها جدا. وده فيديو يقول ان كل واحد قادر، وكل واحد قادر ان هو يغير حياته. مفيش حاجه اسمها الحياه انتهت، الحياه انتهت عند الشخص المسلوب الاراده. فمجرد ما انت عرفت ان انت تقدر، هتقدر تنفذ. انا النهارده سعيده بيها وبكلم وبخاطب كل حد بيسمعنا وبيقول الحياه انتهت. الحياه ما انتهتش، انت لسه قدامك فرصه، وفرصه كبيره ان انت تغير حياتك وتعيش حياه صحيه سليمه. ومن كلامها ناخد ان الحياه الصحيه السليمه جسمك بيبقى محتاج عناصر غذائيه معينه هي ما كانتش عارفاها، الحمد لله احنا قلناها لها ونفذت. واللي كانت بتاكل بالست رغيفه وهي سامعاني، كانت بتاكل بالست رغيفه في الطاقه لدرجه ان بطنها كانت بتبقى وجعاها، هي الحمد لله اللي احنا بنكتبه لها هي ماشيه عليه. ما خدتش كبسوله لسد الشهيه، ما خدتش اي حاجه خالص. الحمد لله هي ماشيه بنظام غذائي فقط فقط فقط، يعني ظبط الاسلوب حياتها وظبط ليه اللايف ستايل بتاعها. انا ممتنه ليكي، ومش انت اللي مبسوطه مني، انا اللي مبسوطه منك.
حبيبتي، ربنا يسعدكم ويحفظكم. ودايما بقول الصحه تاج على رؤوس الاصحاء، واسعى لنفسك وغير حياتك، عشان انا النهارده شايفه حد جميل قوي 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 قوي، مبسوطه منها ان انا قدرت اكون يعني نقطه في حياتها، ان هي تفضل فاكراني طول حياتها ان انا كنت غيرت حياتها للاحسن الحمد لله. ودايما زي ما بقول دمتم اصحاء. شكرا.